طيب يا رجاله، دلوقتي احنا في MCC الدور الثالث في مول البستان، وعايزين نعمل تجميعه اقتصاديه تحت الاقتصاديه تقريبا، تجميعه ب 10000 جنيه مستعمله طبعا. ومعانا استاذ محمود، شرفنا بنفسك. ازيك يا باشا؟ الاخبار؟ الحمد لله. عايزين نعمل بقى تجميعه اللي هو يعني انت فاهم تحت الاقتصاديه خالص، لو احنا بنتكلم في رينج ال 10000. طيب احنا هنحط كيسه. حلو. اهم حاجه انت عارف بقى الناس ايه، الناس تيجي تقول لك عايزين RGB ب 2600. 2600 جنيه. حط اتش 310. ماشي. اهم حاجه بس الكيس والباور ايه ب 2300. كيسه زي شبه الرافات، حاجات اللي هي الانتك ديت، 4 RGB، 3 قدام و2 ورا. ما بلاش نبعد عن حوار الرافال ده خالص، او بلاش هي انتك، هي الانتك مش انتك. ماشي انتك. والباور سبلاي خليه زجماتيك. باور سبلاي 500 واط. ماشي زجماتيك. تمام. هنحط الاتش 310. حط الاي 3 900 اف 900 اف ب 1400 جنيه، ورامه 8 ب 1500. هنحط اس اس دي 128 ب 700 جنيه، 750. وهارد 500 هنحطه ب 500 جنيه. هنحط كارت الشاشه اللي قلنا عليه RX 570 يبقى كويس. اهم حاجه في جزئيه الضمان في الكارت ده، عشان محدش يجي يقول لي تعدين ومش تعدين والكلام ده. عايزين حاجه مضمونه، اهم حاجه. دي ب 3300 الكيسه. ماشي. الكارت قصدي كارت الشاشه. ماشي كده. يبقى اجمالي كام؟ دي ب 12350. ده كده اجمالي التجميعه كلها. طيب دلوقتي في حد هيجي يقول لك طب انا عايز استغنى عن الكيسه RGB واظبط الامكانيات تبقى اعلى فيها، وبحيث برضو ان انا اعرف اطور بعدين شويه يعني. يبقى هنجيب AMD مع كيسه عاديه خالص. طيب ادينا بقى مواصفاتها كده. هنجيب كيسه عاديه خالص بباور سبلاي. الكيسه العاديه هتلاقيها برينج 400 جنيه 500 جنيه، وباور سبلاي قلت 800 جنيه. لا، كيسه باور سبلاي ب 1200. 1200. ونحط 320 دي ب 2300. ورايزون 5 3500 اكس. حلو ده ب 2500 جنيه. تمام. والرامه الجميله بتاعتنا 8 جيجا ب 1500. والاس كام؟ 2 3 ستات. 2 3 ستات. والاس اس دي 128 ب 750. ونحط هارد 500 ب 200 جنيه، ب 500 جنيه. يا ريت في حاجه ب 200 جنيه دلوقتي. ده كان ب 200 جنيه. وهنحط بقى الار اكس بتاعنا احنا ال 570 طبعا. 570. في عشان نبعد عن الحوار برضه التعليم ده، عشان ما حدش يتكلم فيه خالص. في خيارين تانيين احنا قلنا عليهم من شويه. هنحط ال 750 تي اي او ال 1050 ال 2 جيجا، او ال 1050 2 جيجا. قلنا لكل قطعه كمان كام؟ 3 شهور لكل قطعه. تمام. دي كده هتكون افضل قيمه مقابل سعر بالنسبه لنا بصراحه، لان انت حرفيا بتوفر كل جنيه للامكانيات نفسها مش للشكل. ولكن برضه عشان نبقى عارفين ان الكيسات RGB بتفرق بعدين في التبريد لو انت بتجيب حاجات عاليه مثلا. التجميعه دي عامله 12050 جنيه بالظبط. كان معانا الاستاذ محمود. تحت امرك. شرفنا بحضرتك جدا. حبيبي. عملنا تجميعتين رايقين جدا عشان نعرف بس ان مفيش حاجه مستحيله يعني. ويا هلا بيك بقى في الاستوديو. انا قلت ان احنا نغير شويه، مش كل مره نبدا من هنا. وبدات لك الفيديو ده من الفلوج على طول يعني، ولسه الفلوج طبعا ما خلصش، لسه تكملته قدام كمان شويه. ولكن في كذا حاجه لازم اكلمك عليهم مهمه جدا. اولا كده عايز اقارن لك بين التجميعتين دول، وفي نفس الوقت لسه برضه في تجميعه ثالثه قدام هقارن لك الثلاثه ببعض كمان شويه. وثانيا في حاجه لازم اقولها لك دلوقتي. الناس دي انا عموما ما جربتهمش تجربه شخصيه، ناس محترمين جدا باين عليهم، ولكن انا فعلا ما جربتهمش. فانا زيكم واحنا بنكون التجربه مع بعض ونشوف هل فعلا تجميع ب 10000 جنيه مستحيله ب 2026 ولا نفعت. تعال اقول لك. طيب ومبدئيا كده انا عايز اقول لك ان انا حفظت بكل امكانياتي وبكل حاجاتي ان انا فعلا ما اطلعش جزئيه الكيسات الاستيراد تماما، لان انا من كاره كيسات الاستيراد. بالرغم ان انا كان معايا كيس استيراد وكنت هجيب كيس استيراد احسن من الكيس الاستيراد اللي كانت معايا في الاول، ولكن في اخر لحظه كده تملكت نفسي وجبت تجميعه باداء اقل. وحرفيا بص كل حاجه اقل كانت في التجميعه، ولكن قدرت ان انا اطور عليها واوصل جهازي للشكل ده. فعشان كده انا كادم بقول لك ايا كانت الامكانيات حرفيا فكك من كيسات الاستيراد تماما. طيب ليه فكك من كيسات الاستيراد؟ كيسات الاستيراد مش بتقدر ان انت تطور عليها اطلاقا. طيب انا عايز اطور كارت شاشه مع الباور سبلاي لو جبته لك 500 600 واط، ده حاجه بص كفايه جدا، هتشغلك مثلا GTX 1660 Ti مستريح. ولكن في خازوق كده انت مش عارف ان انت تعدي منه بصراحه يعني. زي ما قلنا كده مثلا كارت زي GTX 1660 Ti، لو جينا بقى لجزئيه الباور سبلاي ال 500 او 600 واط اللي موجود في الكيسات الاستيراد، هيكون طالع منه وصله واحده 6 بن، واحنا محتاجين 8 بن عشان الكارت. طب هنعمل ايه؟ مش هنجيب محول. ليه مش هنجيب محول؟ لان المحول
المحولات معروف عنها انها بتنفجر، ممكن انها تطيرك الكارت، ممكن انها تولع لك في الجهاز كله عموما يعني، ودي بتبقى خطر جدا وخد بالك منها. جزئيه ان انت تحول من ساتا بقى ل 8 بن والكلام ده لا، فكك منه خالص. فعشان كده انا كادم بقول لك ابعد تماما عن كيسات الاستيراد، حتى لو انت فئتك 5000 جنيه، واعمل تجميعه ادائها اقل، ولكن كده كده الاداء الاقل ده هيكون اقوى بكتير مع الوقت، مش في المستقبل، لا مع الوقت، عشان خد بالك من الجزئيه دي. لان انت اي قطعه مش عاجباك في التجميعه تقدر ان انت تطورها مع الوقت، هتفك القطعه وتحط القطعه جديده، بس كده حرفيا. اظن كده جزئيه الكيسات الاستيراد وضحت احنا ليه مش عايزين ان احنا نطلعها في اي فيديوهات تماما. وبعدين على فكره هبقى اعمل لكم فيديو عن كيسات الاستيراد ده واقول لك بالظبط تجربه عامله ازاي. ولو حد جه بقى استنصح وقال لي طب ما انا ممكن اغير الباور سبلاي سوري احيي اظبط يا عم لساني، هاجي اقول لك ان انت لو جيت ان انت حبيت ان انت تغير الباور سبلاي مش هتعرف ان انت تغير الباور سبلاي. طب ليه مش هتعرف ان انت تغير الباور سبلاي؟ لان الكيسات الاستيراد بيكون الباور سبلاي اللي فيها مخصص ليها بمعنى صح. يعني انت لو جبت اي باور سبلاي او باور سبلاي تجميع ممكن يركب وممكن ما يركبش، الله اعلم عشان نبقى عارفين، بس اللي هو صباح الفل. وحرفيا حرفيا دي بتحرق جامد قوي، خد بالك من الجزئيه دي، انا بحب ان انا اقولها في فيديوهات كتير. يعني انت عشان انت تعرف تغير الباور سبلاي حرفيا هتدوخ، ده اللي انت اصلا لو لقيت الباور سبلاي بعد الدوخ دي كلها كمان. واي حد هيخش ان هو يهاجمني في الكومنتات عشان هو معاه كيس استيراد وعجباه جدا، ماشي ربنا يخلي لك كل حاجه والله العظيم، بس احنا بنتكلم بعد كده عشان انا بعلمك بس مش اكتر والله. لكن انت ما تنزليش في الكومنتات تقول لي يا عم انت هجاص ومش عارف ايه، يا عم انا كان معايا كيس استيراد وزي الفل. طب انا بعلمك، انا يا حبيبي بعلمك، فاهم؟ انت لازم تفهم الجزئيه دي. المهم بس خلينا دلوقتي نرجع لموضوعنا اللي احنا كنا بنتكلم عليه، وهو التجميعتين اللي احنا لسه عاملينهم من شويه. وخليني بس دلوقتي افكرك بالظبط عن التجميعتين كانوا ايه. اول تجميعه كانت اي 3 900 اف مع ار اكس 570 او جي تي اكس 1050 او جي تي اكس 750 تي اي. وخلينا نبعد عن حوار الار اكس خالص، لان انا فعلا بقول لك ما اعرفش الناس دي ايه نظامها، ولكن باين عليهم ان هم ناس محترمين جدا 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 عموما. يعني مبدئيا كده نبدا مع المعالج بتاع التجميعه دي. التجميعه دي المعالج الاي 3 900 اف بيجي ب4 كور و4 ثريد، عشان اكون واقعي معاك هي حاجه ميته، انا بقول لك الحقيقه اهو، ولكن في الفئه دي حرفيا هيأدي معاك كويس جدا جدا جدا. ولكن برده في تجميعه قدام هقول لك عليها كمان شويه. مع الكارت مثلا لو قلنا الجي تي اكس 750 تي اي اللي هي كانت عامله بالاجمالي 12000 تقريبا، فهيكون مدينا اداء مرضي جزئيا بصراحه بالنسبه للفئه دي. طبعا حرفيا يعني حرفيا لو اصلا ما كانش حد يتخيل ان هو يعرف يعمل تجميع في فئه ال 10000 جنيه. انت متخيل بقى احنا عملنا تجميع 3 تجميعات كمان، تجميع ايه بس. ولكن لو جينا جزئيه التجميع الاولى التطوير عليها هيكون رخم، اخرك هتطور عليها لحد الاي 5 ال 9400 اف وشكرا، مفيش اي تطوير تاني بجد. والاي في 9400 اف كل 6 كور 6 ثريد خلاص الموضوع خلص اصلا. فبالنسبه لي بصراحه ان احنا لازم نستغنى عن حوار الكيسه الار جي بي ده تماما في الفئه دي، ونعمل حاجه ونبقى نطورها بعدين لكيسه ار جي بي، او نبقى نطور كارت الشاشه او الكلام ده كله ونبقى براحتنا خالص. يعني بعدين لو احنا عايزين حاجه نبدا نعرف ان احنا نطور عليها. فانا لما قلت الاستاذ محمود كده راح مديني تجميعه ثانيه، وهي كانت البورده الاي 320 مع معالج الرايزن 5 ال 3500 اكس. المعالج ده على فكره افضل بكتير من الاي 5 ال 9 الاي 3 900 احيانا سنه عوج. المعالج ده هيكون افضل بكتير من الاي 3 ل 900 اف. مش قوي برضه، هو بيجي ب 6 كور 6 ثريد عشان اكون واقعي معاك، ولكن الفكره ان انت تعرف تطور بعد كده للرايزن 5 3600. والرايزن 5 3600 فهو محترم جدا وحاجه بتتقارن بالاي 5 ال 11400 اف عشان اكون واقعي معاك، او ال 10400 اف. انا معايا 2600 اكس وبقارنه عموما بال 11400 اف لان هو تقريبا نفس المعالج بالظبط. يمكن الاي 5 ال 11400 اف اقوى في حاجات بسيطه جدا. يعني لو جينا بقى لجزئيه الرام في التجميعتين كانوا 8، ولكن عشان اكون واقعي معاك 8 مش هتكفي تماما في 2026. اخرك تبدا عليها وكمان شهر كده تطور الرامه 8 كمان، لان انت فعلا مش هتعرف ان انت تستحمل رامات 8 تمام بقى، سواء في اللعب سواء في اي حاجه، لان وانت على الديسك توب اصلا هتلاقي نصهم مستهلك من الويندوز. فخد بالك من الجزئيه دي لانها مهمه جدا. وبرده جزئيه الاس اس دي احنا بنتكلم عن الجوانب، ولكن انا بقول لك على الحاجات المهمه قوي دي. برده ال 128 هيكون صعب معاك مع الويندوز، انا بقول لك اهو لو عرفت تزود وتطلع ل 256 هيكون افضل بكتير، لان اي حد جاب اس اس دي 128 ندم عليه، انا بقول لك الحقيقه اهو. ولكن زي ما قلت لك احنا هنعمل تجميع عايزين ان احنا نبدا بيها ونقول بسم الله الرحمن الرحيم كده في مجال الكمبيوتر عموما. يعني سواء بقى انت عايز تشتغل عليها عايز تلعب عليها او الكلام ده كله، انا عموما حبيت ان انا اوفق في الحوار ده. وطالما بنتكلم ان احنا نوفق بين الشغل وبين الالعاب فهنروح للرايزن 5 3500 اكس طبيعي جدا يعني من غير اي كلام. الثلاث تمرينات اللي فوق دي انت كده كده اللي اتفرج ومتابع من الفيديو اللي فات عارف دي ايه بالظبط، ولكن انت لو ما تعرفش فانا مش هقول لك بصراحه، وانت روح اتفرج على الفيديو اللي فات بقى بصراحه يعني. ولكن هي هتبقى مفاجاه كبيره جدا جدا فوق ما تتخيل. نسيت اقول لك على حاجه في الفيديو ده، انا اسف جدا على التصوير، ولكن يعني اللي كان بيصور خد اللي فيه النصيب من الشتايم يعني الحمد لله يعني كتر خيره برضه مش مهم المهم بس نرجع لموضوعنا دلوقتي، احنا رحنا في حته ثانيه خالص. يعني تختار انهي برضه في التجميعتين دول انا ما قلتلكش.
يعجبكش. احنا زي ما قلت لك هنبعد تماما عن حوار الشكل، فكك خالص من الكيس الار جي بي، مش هتفيدك في حاجه، مش هتزود لك فريمات بجد والله العظيم يعني. انا رايي سنكره عايز كرسي، ما علينا بلاش نقولها دلوقتي عشان مش هينفع خالص. بس ار جي بي على السماعات ايش فائدتهم؟ ما راح اشوفهم. او كرسي ار جي بي ليش؟ بدك تزيد فريم. المهم نبعد خلاص عن حوار الكيسات الار جي بي ونجيب كيسه عاديه جدا. انا نفسي كنت بادئ بكيسه عاديه جدا وطورت بالكيسه دي. ابعد تماما زي ما بقول لك كده عن حوار الار جي بي في الفئه دي. احنا عايزين نوفر للامكانيات نفسها، مش عايزين ان احنا ناخد حاجه ميته. انا بقول لك اهو. ومع الوقت لو انت زودت 3000 جنيه تعرف ان انت تجيب كيسه كويسه نوعا ما. ودلوقتي انا هعرض لك بنش مارك للتجميعتين دول في الالعاب، وتقول لي بالظبط ايه رايك في الاداء عامل ازاي هنا وهنا. وكمان شويه هرجع لك وهقول لك يلا بينا بقى عشان نكمل الفلوج بتاعنا ونعمل التجميعه الثالثه اللي هي هتكون اجمد من التجميعتين دول بالنسبه لي بكتير حرفيا. روح على البنش مارك يا عم. انا معاك بونسك، ها ما تقلقش خالص يعني. وزي ما احنا شايفين النتيجه هتكون فعلا متقاربه جدا، ولكن الفكره اللي احنا بنلعب عليها هو المونتاج والكلام ده كله، وكمان التطوير. لو جينا حاجه تطوير ال 320 وحش جدا، ولكن انا هكون صريح معاك، اصبر للتجميعه الثالثه، اصبر. طيب كفايه عليك لحد كده البنش مارك ده، وتعالى بقى اما نكمل الفلوج نفسه. اكيد مش هسيبك كده يعني. طيب يا رجاله دلوقتي احنا في محل الرياده ومعانا سليمان هيقول لنا على تجميعه ب 10000 جنيه. طبعا حاجه مستحيله ولكن هنعملها كده كده. بص، هو احنا بالنسبة اللي احنا في 2026 وعايز تلعب ألعاب تقيلة وفي نفس الوقت ب 10000 جنيه فهي صعبة، بس احنا ممكن نزيد بالميزانية شوية ل 13000 ماشي. وناخد حاجة تبقى قابلة معانا للتطوير في نفس الوقت. ايه نلعب 280 بي 60 فريم هاي فريش ريت والكلام ده. ممكن ناخد الاي 520 مع رايزن 5 1500 اكس سوكت اي ام 4. تمام. فممتازة جدا. اهم حاجه بقول لك نركز على الاداء، ومش مشكله خالص حوار الكاسات الار جي بي والكلام ده، انا شايف كده عموما. ماشي، ما احنا هنركز على البرفورمانس اكتر من ده اهم حاجه. وناخد كيسة عادية طبعا. أيوة. مع باور 600 واط زيجماتيك. دي اهم حاجه. دي اهم حاجه عشان ايوه الباور، ايوه عشان ما ننفجرش كلنا، يكون ننفجر كلنا. هنموت كلنا، هنموت كلنا. مع جي تي اكس 1060 3 جيجا. ماشي. ده حاجه جامده جدا صراحه على الفئه دي. انا شايف ان الفئه دي عليها جامد جدا. ايوه، واحسن من 580 8 جيجا حوالي 26%. بالظبط. كنت انا متكلم برضو في الموضوع ده. بس يبقى الار اكس 580 افضل في العاب التختيم مثلا زي ريد 2 او الكلام ده كله بسبب الفي رام دي، كل الجزئيه بس. ورامات 8 جيجا دي دي ار 4. ده رادت كام؟ 2 3 ستات عشان 2 3 البروسيسور. ستات. حلو. ومثلا وعشان البورده برضو. ومثلا اس اس دي 128 جنيه 128 جنيه كات يا ابني، كات يا وطبعا ناخد اس اس دي 128 جيجا في البدايه كده اهوت كبدايه، فهي ممتاز جدا، تبقى حاجه كويسه جدا. وطبعا بعد كده حتى مع الاي 520 ممكن ان هو يطور للرايزن 5 3600 مرتاح. بالظبط. انا كلكم عارفين ان انا بكره الاي 520، ولكن احنا محطوطين قصاد امر واقع يعني. طلع معانا الراجل ده، اهم طلع معانا الراجل ده. ما ده حاجة عجيبة يعني، لازم تجيبوا الكلام لنفسيته يعني. ورينا كده دي الاي 520 صح كده؟ بالظبط. طيب هي القطعه هتكون جديده ولا هتكون عامله ازاي بالظبط؟ القطع الباور ممكن يكون جديد تمام، والبورده جديده بضمان سنه طبعا من الوكيل. والبروسيسور هيكون تري تمام. في نفس الوقت الرامات مستعمله والاس اس دي مستعمل وكيس طبعا مستعمل. نتكلم بقى على اهم جزء، خدمه ما بعد البيع وهو الضمان. طبعا احنا بندي على الحاجات ضمان 3 شهور بنتست الحاجه. وطبعا في بعد ما الضمان يخلص الناس بتجي لنا لو عايز يطور يعمل ابجريد اي حاجه. حلو. احنا معاه برضه، ولو في اي مشكله في الحاجه احنا برضه بنحلها له. طيب يعني ضمان صيانه ولا استبدال؟ استبدال. طب حلو جدا. احنا ما بنحبش نصين حاجتنا عشان بتبقى فيها مشاكل بعد كده. كمان استاذ سليمان حبيبي شرفتني. تمام، عملنا حته تجميع جامده، وبصراحه من وجهه نظري ان دي من التجميعات الكويسه قوي من ناحيه جزئيه التطوير. وكمل انت بقى. شرفت. قرب المايك شويه. اقول ايه؟ الهديه اللي انت ده نسي الهديه يا رجاله. الهديه الماوس الجيرتيك الار جي بي تمام. السنسور بتاعه ما شاء الله اي جامد. خدمه. طيب دلوقتي بقى زيح كده التجميع ال 900 اف دي خالص، زيحها مش عايزينها دلوقتي. كيس الار جي بي والكلام ده كله مش عايزينه دلوقتي خالص يعني. تعالى بقى دلوقتي ننزل الملعب ونحط دلوقتي الرايزن 5 ال 1500 اكس ضد الرايزن 5 3500 اكس. مبدئيا كده 3500 اكس عموما يعني هيكتسح تقريبا ال 1500 اكس عشان نكون واقعي معاه، ولكن ال 1500 اكس بيجي ب 4 كور 8 ثريد، ده هيكون افضل معاك شويه في الالعاب. ولكن لو جينا بقى لسرعه المعالج نفسه فهي بطيئه شويه، لان سرعه المعالج هنا اقصى حاجه 3.6 او 7
7 جيجا هرتز، وكمان الكاش كان في ال 3500 اكس 32 ميجا، لكن الكاش في ال 1500 اكس 16 ميجا. فاحنا يعتبر ضحينا هنا في المعالج شويه عشان نكون واقعي معاك، ولكن برضه هيأدي معاك جدا عشان نبقى فاهمين بس الجزئيه دي. ما ننساش بقى حاجه مهمه، ان في التجميع دي احنا زودنا بدل ما كانت الاي 320 بقت الاي 520 والجديده بالبوكس. خد بالك من الجزئيه دي بالضمان. وعشان كان في غلطه سليمان قالها ان المعالج ال 1500 اكس جديد، لا المعالج ده مفيش منه جديد، خلاص انقرض اصلا، ده مستعمل. ولكن هنا جزئيه التطوير تحسب جدا للتطوير دي، لان هي المثاليه للتطوير بمعنى اصح حرفيا يعني. لان المذر بورد ال 520 تقدر ان انت تطور عليها لحد الرايزن 5 ال 5500 مرتاح، مش مرتاح قوي عشان يكونوا كان عكس في شويه خنقه كده في النص يعني. ولكن احنا لو جينا قارنا الاي 520 بالاي 320 لا في فرق ملحوظ كبير جدا. منها مثلا ان دوائر الطاقه الموجوده في الاي 520 افضل، فبالتالي تقدر ان انت تطلع للجيل الخامس. ولكن طبعا مش اي 5600 اكس تماما يعني، انسى الحوار 5600 اكس ده. انت عايز بورده ب 450 ومش جيجا بايت اس او اتش، لا انت محتاج مثلا الام اس اي الفي دي اتش ماكس، ده اقل حاجه حرفيا يعني. كل ده بسبب مراحل الطاقه حرفيا. فالاي 320 اخرها معاك الرايزن 5 في ال 3600، وهنا كمان هتكون مخنوقه شويه ومش واخد كامل اداء المعالج عشان تكون فاهم بس الجزئيه دي كويس. نيجي بقى لاكتر جزئيه مميزه في التجميع دي كلها، وهي جزئيه كارت الشاشه. كارت الشاشه اللي اتكلمنا عليه هو كان الجي تي اكس ال 1060 ال 3 جيجا، ولكن انا بقول لك اهو، لو انت لقيت جي تي اكس 1650 بنفس السعر روح هات 1650 من غير ما تفكر، مع ان ال 1060 3 جيجا اقوى. ولكن لو انت عايز تعرف بالظبط ليه، فانا هسيب لك فيديو في الاي اللي فوق، فيديو شورت عموما يعني، هيفهمك كل حاجه عن حوار ال 1060. ولكن ال 1060 كويس جدا على الفئه زي دي عموما يعني. زي ما انت شايف واحنا عاملين تجميعات تانية بجي تي اكس 750 تي اي عشان تكون فاهم. بس فكره ان احنا نعمل تجميعه ب 1060 في الفئه دي حاجه ممتازه فوق ما تتخيل. وبالمناسبه سليمان على فكره كان عنده قناه وكان كلمني عليها، قناه على اليوتيوب وقناه على التيك توك، لو حابينها هو بقى هيقول لكم عليها في الكومنتات، لان انا مش معايا بصراحه يعني. انا ليه قلت كده؟ زي ما بقول لك ان هو كان قايلها وانا عملت لها كات في المونتاج بسبب انها كانت الجزئيه كلها لخبطه، وانت نفسك كنت هتتلخبط زي ما بقول لك كده، فقلت اقولها بنفسي عشان ما يزعلش مني يعني. مش متكبر والله العظيم اهو يا ابني يعني. وجزئيه الرامات قلت لك كذا مره، لو تعرف ان انت تزودها دلوقتي زودها، لو ما عرفتش استنى شهر كده ولا شهرين لحد ما تجمع المبلغ وزود الرامات دي. وجزئيه الاس اس دي كذلك. سيب لك بقى دلوقتي بنش مارك مع الرايزن 5 ال 1500 اكس والجي تي اكس ال 1060 ال 3 جيجا. واو حاجه كمان لازم تكون عارفها، اجهز الفيديو الجاي لان هو هيكون ارخص تجميعه ممكن تعملها في مصر جديده حرفيا، لو ما فيش تجميعه ارخص من كده جديده. خد بالك من الجزئيه دي، كل القطع فيها جديده، حتى الرامات وحتى الاس اس دي وحتى كارت الشاشه. ده هيكون في الفيديو الجاي باذن الله، اللي هو هيكون خلال يومين بالكتير قوي او 3 عموما يعني. Shit. It's on, chump. Damn, you're the. Well, I never. No way. Dang. Come on, last night was Oh, well, fuck this. We have the suspect in sight.
طيب حاجه مهمه جدا 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 مش هينفع في الفيديو غير لما اقول لك عليها دلوقتي، وانا بدور لك على تجارب للالعاب على التجميعه دي فعلا مش لاقي كتير خالص، قليل قوي قوي قوي. هو حرفيا كان فيديو جي تي اي الوحيد اللي كان موجود اصلا، فانا مش هقفل الفيديو على كده. وبص انا غيرت المعالج في اللعبه اللي جايه اللي هي ريد ديد ريديمشن 2. كده كده انت عارف ان احنا لو غيرنا المعالج الاداء مش هيفرق كتير، هيكون في فرق وكل حاجه، ولكن زي ما انت مثبت لك في التجميعتين اللي فاتوا اللي هم ال 900 اف وال 3500 اكس ما كانش في فرق كبير في الالعاب. ده كله بسبب كارت الشاشه، لكن بيكون في فرق في الاستخدام طبعا وفي المونتاج والكلام ده كله يعني. خلاص بقى كفايه عليك كده، حرفيا كده انت كويس جدا، انت كده 100 فل و10، انت كده خدت مصلحتك بزياده حرفيا، انا اتفشخت بسببك اصلا يعني. ما علينا، بس انا زي ما بقول لك كده يوم 8 الساعه 8 عشان هيكون في مفاجآت كبيره وضخمه جدا جدا جدا، واكبر مفاجاه في تاريخ القناه كلها عموما يعني. وانا بقول لك هو ان انت هتشوف حاجه عمرك في حياتك ما شفتها قبل كده. وعشان تكون فاهم بس انا شغال بجديه ازاي عن الحوار ده، بص كده معايا، دي كده شنطه ماشي، مش هوريك فيها ايه طبعا ولا هوريك العلامه اللي عليها، ولكن دي كده تجهيزا للجزئيه اللي انا بعملها يوم 8 الساعه 8 بس كده يا رجاله.